انت عارف يا خالد ان انا عضو في جمعيه حقوق الانسان، عضو متطوع، ومن ضمن الزيارات اللي احنا بنعملها عملنا مره زياره للسجون، وقابلت هناك ستات مسجونين، وعرفت منهم انه الناس ممكن الظروف هي اللي توديها السجن، مش بس نفوسهم المريضه. فاهمني يا خالد؟ احنا في حياتنا حاجات كتير قوي غلط لازم تتصلح. سهام تتجوزيني؟ ايه؟ انت اكيد بتهزر. 3 بالله العظيم بتكلم بجد. اصل يعني الحاجات دي ما بتجيش كده يا خالد، يعني ما بتجيش بالطريقه بتاعتك دي خالص. ما بتيجي كيف؟ يعني بيبقى في ستيبس، تفاهم وبعدين ارتباط وبعد كده اتجوزك، يعني الحاجات دي يعني. ست انا من ايدك دي لايدك دي، وبعدين انت عارفه ان انا صعيدي، يعني ماليش في كلام الحب والحاجات دي. 3 بالله العظيم انا بحب الكلمه دي، عمري ما قلتها لحد قبلك. خالد خلينا اصحاب احسن، يعني عشان علاقتنا تدوم وما تقفش عند نقطه معينه ونفضل اصحاب العمر كله. وبصراحه يا خالد يعني انا ما ينفعش اكون زوجه لاي حد اصلا. والله انا ما ينفعش اكون جاريه عند واحد يتحكم فيها. جريت انت تتجوز ابو لهب، ده انت هتبقى هاني. خالد يا ريت تقفل الموضوع ده وما تتكلمش معايا فيه خالص، ما تتكلمش معايا فيه تاني. اقعد يا طلعت يا اخويا اقعد. انما ايه القلاجه اللي انت فيها دي؟ اقل حاجه عندي. طب اقعد. امسك. ايه ده؟ امسك يا طلبه، بس امسك. بص يا سيدي، بص تورتايه كتاب اللي عاملها مخصوص. بص مكتوب عليه ايه؟ بص بص. زينه. زينه حبيب قلبي. وعلى فكره عاملها لك نص شوكولاته ونص فواكه عشان يبقى عملت اللي عليا. واحنا مش كنا فاضيين سيره في الكلام ده طلعت ولا ايه؟ لا، كان ليكوا طلبات وانا نفذت بوعدي وعملت كل طلباتكم. ايه يا طلبه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ بص يا طلبه، طالما الكلام هيتغير يبقى زينه لازم تبقى قاعده وحاضره الكلام ده. ماشي يا طلعت. عموما دخلتك المره دي عجباني. زينه تبقى موجوده. زينه انت بنت يا زينه. ايوه يا طلبه جايه. انما ايه البدله القلاجه؟ ربنا يخليك يا عمو. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي؟ من بعد ما عندكم. الله حبيبي، ده انتوا مظبطينها مع بعض بقى. وانا قاعد في وسطكوا كده زي كيس الجوافه. ماشي. قول لي بقى يا طلعت، انت عايز ايه علشان عايز افهم دماغك. اقول لك يا سيدي، بص يا عمو، اول اكشي دبله ومحبس. الله، استنوا. خاتم حلوه قوي. امسك يا معلم. استنى، اتقل عليا. انسيال حلو يا طلعتي. دي شبكة زينة البنات. ها يا ما شاء الله يا ما شاء الله. بس انا قلبي حاسس كده ان الخاتم ده فالصو. فالصو؟ ده الماس حر، وكتاب اللي يعمل له بتاع 15000 جنيه. بتقول ايه؟ يا عم بطل باكش بقى. يا عم زي ما بقول لك، لو مش مصدقني افصلوه. طبعا اكيد هفصله، امال انت فاكر ايه؟ ولو ما عرفتوش تقدروا الخاتم اكيد هتعرفوا تقدروا الفلوس. ايه ده؟ انت جبت الفلوس دي كلها منين يا طلع؟ ده مهر زينة البنات. بصي، هتاخديهم من ايدي تحطيهم في البنك على طول، واول ما الاقي لك الشقه اللي بالك فيها تسحبيهم تاني وتفرشي بقى على ذوقك يا زينة البنات. الله 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 الله، دهب وفلوس؟ منين الحاجات دي كلها يا طلعت؟ وانت ليك فيه؟ وقعت على بير بترول، جات لي مصلحه علوي مع ناس عرب، وقعت عليا من السما شنطه دولارات، مالكش فيه ومالكش عندي غير طلباتك. ماشي ماشي الكلام يا طلعت. ايدك.
وربنا ما انت لمسه. بقى كده يا زينة؟ ايوه. ها نقرا الفاتحه. انا ما بقتش فاهمه مين دول كلهم اللي بيغنوا. لا شكل ولا صوت ولا معنى ولا حتى بيعرفوا يرقصوا. بس بجد المهنه لمت. طب ما تسيبك منهم كده يعني خليكي معايا ثانية يعني. دي هدية عشان اللي عملتيه معايا. عشان انا يخرب بيت عقلك. دي الماس؟ اه. جبتها منين؟ اصلي ابتديت الشغل كده يعني خاص بيا بعيد عن المجال. تصدق انا نظرتي فيك ما بتخيبش. طول عمري بقول عليك واد جدع وشجاع. واد؟ ايه واد دي؟ طب ما تزعلش قوي كده. سيد الرجاله، سيدي وتاج راسي. بقولك ايه يا ماجد، انا عجباني دماغك. تشتغل معايا مدير اعمال واديك مرتب حلو قوي في الشهر. الموضوع مش لو هيحصل يعني مش هيبقى عشان مرتب والكلام ده. انا عايز افضل جنبك. يخرب بيت عقلك، انا مش قد كده. ماجد انت بجد هتخلصني من زكريا؟ اه اللي هو مدير اعمالك ده طبعا. بصي الموضوع ده محتاج تخطيط، لازم نظبط له مظبوط. محتاج استعانة بصديق. ايه الجديد؟ كله تمام يا سعادة الباشا. انا جاي لسعادتك دلوقتي بس علشان عايز ازود شوية الكمية اللي باخدها من سيادتك. ليه تاني؟ يا باشا الشغل ماشي زي الفل ما شاء الله. الله ما يحسد المال اللي لاصحابه يا باشا. الواد طلع طالب كمية زيادة. الشغل ماشي تمام. والغريب يا باشا ان البضاعة اللي بياخدها بيدفع فلوسها تمام. وايه تاني؟ الواد ده يا سعادة الباشا الظاهر كده انه بقى يلعبها صح. فتح سوق لنفسه في الجامعة في وسط التلامذة، ما هو في وسطيهم بقى ليل نهار. الواد ده عايزك تاخد بالك منه. ما يطلب بضاعة اديله واديله بالزيادة كمان طالما بيدفع. اوامرك يا كبير. مش كده وبس، انا عايزك برضو تاخده تحت جناحك. اكتر من كده يا باشا، الواد ده طماع. انت عارف سيادتك بيكلمني في ايه من دول؟ قال عايز يخطب اختي زينة ويتجوزها. ينفع كده يا باشا؟ جوزها له.